وإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن أثمن عقد الشراكة بين عميد الأندية الجزائرية وأعرقها نادي مولودية الجزائر وعملاق الصناعات التكنولوجية في العالم هايسنس. هذه الشركة التي دخلت قائمة أفضل 4 مصنعين للتلفزيونات في العالم، والتي نتشرف باختيار مسؤولين هذه الأخيرة لعميد الأندية الجزائرية. هذا الكيان الكروي الذي كان ولا زال رائداً في كرة القدم الجزائرية، فكما لا يخفى على الجميع يعتبر فريقنا عميد الأندية الجزائرية، فقد كان السباق لتأطير الجزائريين في فريق واحد وممارسة كرة القدم حفاظاً على الوحدة والهوية الوطنية. مولودية الجزائر كانت السباقة أيضاً في رفع الراية الوطنية قارياً عندما توجت بأول كأس إفريقية للأندية البطلة عام 1976، وفتحت الباب أمام باقي الأندية الجزائرية لمقارعة كبار القارة في إنجاز غير مسبوق صاحبته الثلاثية التاريخية الخالدة. نالت بفضلها المولودية باعتراف من نادي القرن وعملاق الكرة العالمية ريال مدريد، الذي وجه الدعوة للمولودية للمشاركة في الاحتفالية النادي الملكي بذكرى تأسيسه 75 آنذاك. لن يسعنا الوقت حتما لتعداد إنجازات المولودية في هذه المناسبة، ولكن نسعد بوجود اللاعبين من مختلف الأجيال الذين كتبوا جزءا من تاريخ العميد. على سبيل الذكر لا الحصر السيد وهاب زنير، السيد عمار بطروني، والسيد عبد النور كاوا اللي راهم حاضرين معنا اليوم من جيل السبعينات الأسطوري، أو عامر بن علي ممثلا لجيل التسعينات وبداية الألفية، وفريد شعال قائد الفريق الذي ينوب على زملائه في الجيل الحالي ويعول عليه لرفع راية الخضراء والحمراء عاليا. كما أنه لا يمكننا التحدث عن فريقنا العريق دون أن نذكر أنصار هذا النادي الذين يعتبرون روح الفريق وسبب استمراره رغم الصعاب والشدائد، وإننا نعول عليهم كما عهدناهم دائما. أيها الجمع الكريم، تدركون جميعا قيمة سبونسورينغ اليوم في كرة القدم الحديثة، فمثل هذه الشراكات تسمح لنا بالنظر إلى المستقبل والمضي قدما لمواصلة كتابة التاريخ. وإن إيمانا قويا بأننا سنكتبه مع هذه الشركة العالمية بقيمة هايسنس، والتي تعتبر التسويق الرياضي جزءا هاما من استراتيجيتها الدولية ولتقوية العلامة التجارية بأسلوب فعال. والدليل رعايتها لعدة أندية أوروبية عريقة وعدة بطولات رياضية كبرى. في الأخير نتقدم إليكم جميعا ضيوفنا الكرام بخالص الشكر والامتنان على منحنا بعض من وقتكم الثمين لحضور هذا الموعد الذي سيشكل قفزة أخرى في طريق إعادة هيكلة وتنظيم بيت نادينا العزيز والغالي مولودية الجزائر. في الأخير نشكر مجمع كوندور على هذا التنظيم الرائع لهذا الحفل، ونتمنى لهم التوفيق مع شريكهم الجديد هايسنس. شكرا لكم والسلام عليكم وعاشت المولودية. شكرا لك السيد محمد حكيم حاجر.